أرض كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام قادم من المدينة المنورة، من مدينة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، باتجاه العراق ليعترض طريقه القوم. بينما كان على هذه الحال هو وأهل بيته وأصحابه وعياله، وإذا به يرى من بعيد سوادة قد أقبلت، يرى تلك السوادة قد أقبلت، فيسأل أهل بيته وأصحابه: ما هذا السواد؟ السواد لا علم لنا بذلك. لا علم. انظروا ثانية. خيل مقبلة. خيل. إنها خيل مقبلة. اعدلوا بنا عن الطريق. غير الإمام الحسين عليه السلام مساره بحيث لا يلتقي مع تلك الخيول التي أقبلت لقطع طريقه سلام الله عليه. ولكن شاءت الأقدار أن يجد الإمام الحسين عليه السلام نفسه وجها لوجه مع الحر بن يزيد الرياحي، وإذا بالحر قد أقبل على سيد الشهداء الحسين، وقد أخذ العطش منه ما أخذ، طالبا من سيد الشهداء أن يسقي قومه ويرشف خيولهم. يا أبا عبد الله، أسقنا الماء. اسقوا القوم واروا خيلهم. أمر الإمام الحسين عليه السلام أن يسقى القوم وتروى جيادهم، لأنهم في صحراء العراق قد نال الظمأ منهم. في هذه الأثناء دارت حوارات كثيرة بين الحر الرياحي والإمام الحسين عليه السلام، ليكون للإمام الحسين خطبة يقاطعه فيها الحر الرياحي. أيها الناس، معذرة إلى الله وإليكم، حتى أتتني كتبكم أن اقدم إلينا لك ما لنا وعليك ما علينا. ليس لنا إمام سواك، فإن كنتم لقدومي كارهين رجعت عنكم إلى ما شاء الله من الأرض. هنا كان للحر كلام مع سيد الشهداء الحسين عليه السلام، تقدم نحوه سلام الله عليه مخاطبا له: أنا والله لست ممن كتب إليك. الحر أخبر الحسين أنه من أولئك الذين لم يكتبوا له بالمجيء إلى العراق، ليتوجه الحسين سلام الله عليه بالإشارة إلى عقبة بن سمعان أن يخرج الخرجين المملوءين كتبا بأن أقدم علينا. يا عقبة بن سمعان، أخرج الخرجين المملوءين كتبا. عندما أخرج الإمام الحسين عليه السلام تلك الكتب التي كتبها له أهل العراق ورآها الحر الرياحي، لم يبق للحر إلا أن يقول:
لست أعرف من كتب إليك، وقد أمرت ألا أفارقك حتى أقدم بك الكوفة. فأجابه الإمام الحسين عليه السلام: الموت أدنى لك من ذلك. الموت أدنى لك من ذلك. هذا كان رد الإمام الحسين عليه السلام للحر الذي اعترض طريقه، ليغير الإمام الحسين في هذه الأثناء طريقه مرة أخرى ويتجه إلى اتجاه آخر. يبدو أن القوم يعترضونه أينما توجه، حتى نفذ صبره سلام الله عليه ليقول للحر: ما تريد؟ ويلك ما تريد؟ لا أفارقك إلا بالقدوم إلى الكوفة. الحر يخاطب الإمام الحسين عليه السلام: أني لا أستطيع أن أجعلك تمر من هذا الطريق أو ذاك إلا أن تقدم معي إلى الكوفة لنأخذ البيعة ليزيد. توجه الحر إلى الإمام الحسين فاقترب ليدور بينهما حوار طويل استعرض فيه الإمام الحسين ما لديه وعرض الحر ما لديه، لينتهي بخلاصة الحر قائلا للحسين: خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة. خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة حتى أكتب لابن زياد ليعفيني عن ذلك. رفض ذلك الإمام الحسين عليه السلام. يبدو أن جعجعة الحر الرياحي قد قالت وطالت بالركب الحسيني قافلة العشق إلى كربلاء، تلك التي رسم شعارها سيد الشهداء الحسين حينما خرج: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لغرض الإصلاح في أمة جدي رسول الله. ليتوجه الحر مرة أخرى للحسين قائلا: يا أبا عبد الله، سألتك الله إلا ما حفظت نفسك ودمك، فوالله إن قاتلت لتقتلن. أثار هذا الكلام حفيظة الإمام الحسين وفيه النخوة الهاشمية، وإذا به يرد عليه منتفضا: أتخوفني بالموت؟ سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وآسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مبثورا وخالف مجرما. فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. هكذا كان شعار سيد الشهداء الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة يأبى ذلك. في هذه الأثناء جاءت الرسالة إلى الحر الرياحي، رسالة من عبيد الله بن زياد، مفادها: أما بعد، فحين تقرأ كتابي هذا فجعجع بالحسين من الموضع الذي يأتيك فيه كتابي،
وقد أمرت رسولي ألا يفارقك حتى تنفذ أمري. والسلام. وصل الإمام الحسين إلى أرض كان يسأل عنها، يسأل أصحابه وأهل بيته قائلا: ما اسم هذه الأرض؟ يا قوم، ما اسم هذه الأرض؟ أرض الغاضرية. فهل لها اسم غير هذا؟ نينوى. تسمى نينوى. فهل لها اسم غير هذا؟ شاطئ الفرات. فهل لها اسم غير هذا؟ تسمى كربلاء. هي كربلاء، أرض يعرفها الحسين عليه السلام، فما كان منه إلا أن يقول بعد سماع ذلك: أرض كرب وبلاء، انزلوا، ها هنا مناخ ركابنا، هنا تسفك دماؤنا، هنا والله تهتك حرمنا، هنا والله يقتل رجالنا، هنا والله تذبح أطفالنا، هنا والله تزار قبورنا. وبهذه التربة وعدني جدي رسول الله، ولا خلف لقوله. ها هو الإمام الحسين عليه السلام، سبط النبي وشهيد العدالة، يرفع رأسه عاليا عند منزله الذي لا يظله إلا تراب الحق، يشرق وجهه بوقار، ثم تلوح في عينيه بشائر المصاب، ترفع الخيام بهدوء، تخيم على الأرض الحزينة، تجهز الأواني، ترتسم على وجوه النساء علامة الصبر. يراقب الإمام الحسين أطفاله وعياله، قلبه يعرف هذه الأرض جيدا. أول ما تبدي
يستعد معسكر عمر بن سعد لتوزيع الرايات لقيادة كتائبه. سيكون هنالك استعداد في هذه اللحظات لتوزيع الرايات في معسكر عمر بن سعد. تقسيم الرايات سيكون بإمرة عمر بن سعد على الحجاج وعلى الشمر وعلى شبث وعلى قيس وعلى حرملة. هذه هي الكتائب التي ستستعد في هذه الأثناء لقيادة معسكر عمر بن سعد. ابن سعد يخاطب ابن الحجاج لتسليم رايته في هذه الأثناء. أين عمرو بن الحجاج الزبيدي؟ أين عمرو بن الحجاج الزبيدي؟ لبيك يا أمير. خذ هذه الراية وكن على الميمنة. عمرو بن الحجاج أول من حمل رايته على الميمنة، ليتهيأ من بعده الشمر ابن ذي الجوشن الضبابين. أين شمر بن ذي الجوشن؟ لبيك يا أمير. خذ هذه الراية وكن على الميسر. شبث بن ربعي كان دوره التالي. أين شبث بن ربعي؟ لبيك يا أمير. خذ هذه الراية وكن على الرجالة. قيس بن الأشعث كان هو التالي. أين قيس بن الأشعث؟ لبيك يا أمير. خذ هذه الراية وكن على الخيالة. قيس بن الأشعث على كتيبة الخيالة. الدور على حرملة. يا حرملة، يا حرملة. لبيك يا أمير. خذ هذه الراية وكن على الرماة. هكذا كان توزيع الرايات في معسكر عمر بن سعد.
إلى معسكر الإيمان، معسكر الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه، حيث سيقوم في هذه الأثناء بتوزيع راياته على رجال الله، الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بدأ سلام الله تعالى عليه بقول: إن الله تعالى أذن في قتلي وقتلكم في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. الصبر، الصبر يا سيدي هو السمة التي كانت وما زالت في ذاكرة الأجيال رايتكم المرفرفة دائما وأبدا، وبذا كانت جبل الصبر أختك الحوراء زينب عليها السلام. الإمام سينادي زهير في هذه الأثناء لإعطائه راية الميمنة. يا زهير بن القين، خذ هذه الراية وكن على الميمنة. الله أكبر. الله أكبر. راية زهير ترفرف في سماء كربلاء. الدور على شيخ الأنصار حبيب. يا حبيب بن مظاهر، خذ هذه الراية وكن على الميسرة. الله أكبر. هنا ستكون الراية الثالثة، راية الإباء وسيد الماء، راية لواء الحسين، راية أبو الفضل العباس عليه السلام. أخي أبا الفضل، خذ هذا اللواء وكن في القلب. الله أكبر. هكذا استوى الحال بين المعسكرين، بين معسكر سيد الشهداء الحسين عليه السلام وبين معسكر الكافرين، معسكر عمر بن سعد عليهم لعائن الله. في هذه الأثناء تهيأت السيدة زينب عليها السلام لمخاطبة الإمام الحسين عليه السلام. قلبها يخاف على أخيها الحسين، تريد أن ترى هل أن الحسين قد اختبر أصحابه أم لا، هل عرف حالهم وكيف يصنعون في هذا الميدان. يا أخي، هل استعملت أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة. والله لقد بلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه. الإمام الحسين عليه السلام واثق من أصحابه الذين قال فيهم: لا أعلم أوفى من أصحابي في الأولين والآخرين.
لكن في هذا الحوار حبيب بن مظاهر قد سمع ذلك الكلام الذي دار بين الحوراء وأخيها. حبيب يخاطب الأصحاب في هذه الأثناء: يا ليوث الوغى وفرسان الهيجة، يا ليوث الوغى وفرسان الهيجة. سمع خطاب حبيب، فخرج الأنصار وأهل بيت الحسين معا إلى حبيب ليقول لهم: يا بني هاشم، الكلام سيكون مع الأنصار فقط. يا بني هاشم ارجعوا، لا سهرت عيونكم. حبيب يريد أن يطمئن قلب زينب، فماذا يصنع؟ صاح بأصحابه من الثلة المؤمنة الطاهرة: يا معشر الأنصار، سمعت الآن أن قلوب حرائر رسول الله غير مطمئنة، فهلموا معي لنواجه النسوة ونطيب خواطرهن. تقدم الأصحاب نحو الحسين عليه السلام، يتقدمهم حبيب. حبيب سيخاطب الحسين في هذه الأثناء لأخذ الإذن منه لأن يكلم زينب عليها السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعليكم السلام عم يا حبيب. أتأذن لنا بالسلام على زينب؟ نعم لك ذلك. بقي الأصحاب قريبين من الخيام، وتوجه حبيب إلى خيمة السيدة زينب عليها السلام. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، يا معشر حرائر رسول الله، هذه صوارم فتيانكم، آلوا ألا يغمدوها إلا في رقاب من يريد السوء فيكم، وهذه أسنة غلمانكم، أقسموا ألا يركزوها إلا في صدور من يفرق ناديكم. وعليكم السلام ورحمة الله عم يا حبيب. أيها الطيبون، حاموا عن بنات رسول الله وحرائر أمير المؤمنين. لوجدك يا زينب، كأني بك تحملين على بعير ضالع، يطاف بك البلدان ورأس أخيك الحسين عليه السلام أمامك، وكأني برأسي هذا معلق بلبان الفرس تضربه بركبتيها. نعم، سمعت ذلك من أخي الحسين. تطمأن قلب زينب في هذه الأثناء، تطمأن قلب زينب، فقد طيبوا خواطر النساء أصحاب الغيرة والنخوة، أصحاب الحسين طيبوا خواطر النسوة من آل بيت الرسول عليهم السلام.
في معسكر عمر بن سعد يتهيأ الرسول الأول كثير بن شهاب ينادي ابن سعد: أين كثير بن شهاب؟ لبيك يا أمير. انطلق إلى الحسين وقل له ما الذي جاء بك إلينا وأقدمك علينا. كثير ينادي: يا حسين، ما الذي جاء بك إلينا وأقدمك علينا؟ الإمام يرد عليه: أتعرفون هذا الرجل؟ هذا ابن أشر أهل الأرض يا مولاي. سلوه ما يريد. من أنت وماذا تريد؟ أنا كثير بن شهاب رسول عمر بن سعد، أريد الدخول على الحسين. ألق سلاحك وادخل. لست فاعل. فأخبره زهير: انصرف من حيث أتيت، ليعود الرسول إلى جيش عمر بن سعد، لأنه لم يلق سلاحه ليدخل إلى الحسين. باءت مهمة الرسول الأول بالفشل، ليتقرر إرسال رسول ثان. أين قرة؟ لبيك يا أمير. امضي إلى الحسين وقل له ما الذي جاء بك إلينا وأقدمك علينا. انطلق قرة باتجاه الإمام الحسين عليه السلام، وهو الرسول الثاني. يا حسين، ما الذي جاء بك إلينا وأقدمك علينا؟ أتعرفون هذا الرجل؟ سلوه ما يريد. كان زهير يعرف المقاتلين فردا فردا، فأجاب الإمام: من أنت وماذا تريد؟ أنا قرة رسول عمر بن سعد، أريد الدخول على الحسين. ألق سلاحك وادخل. حبا وكرامة. يا حسين، ما الذي جاء بك إلينا وأقدمك علينا؟ كتبكم. مولاي، الذين كاتبوك هم اليوم من خواص ابن زياد. ارجع إلى صاحبك واخبره بذلك. يا مولاي، من الذي يختار النار على الجنة
فوالله ما أفارقك حتى ألقى حمامي بين يديك. واصلك الله كما واصلتنا بنفسك. قرر قرة أن يكون مع معسكر الحسين عليه السلام، فلم يعد إلى معسكر عمر بن سعد، وعاد بنو هاشم بسيف قرة إليه ليكون واحدا منهم في معسكر الإيمان الحسيني. وصلت كتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد، وصل كتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد في هذه الأثناء. أما بعد يا ابن سعد، قد بلغني أنك في كل ليلة تخرج وتبسط بساطا وتدعو الحسين وتتحدث معه حتى يمضي من الليل شطرة، فإذا قرأت كتابي فأمره أن ينزل على حكمي، فإن أطاع وإن لم نحه من شرب الماء، فإني حللته على اليهود والنصارى وحرمته عليه وعلى أهل بيته. عندما وصل الكتاب إلى الإمام بوصول هذا الكتاب إلى عمر بن سعد، أمر عمر بن سعد الجيش بالزحف نحو الحسين عليه السلام. يا شمس بن ربعي ويا قيس بن الأشعث، تقدموا نحو الحسين. اقترب جيش عمر بن سعد مسافة عن المخيم، فخاطب قيس بن الأشعث الإمام الحسين قائلا: يا حسين، انزل على حكم الأمير عبيد الله بن زياد. هيهات هيهات ذلك أن يكون. عاد الجيش منكسرا أمام الإمام الحسين عليه السلام. عندما رأى الإمام الحسين عليه السلام هذه الحالة، قرر في هذه الأثناء أن يعطي الأمر بأن يحفر الخندق من خلف المخيم وتضرم النار في هذا الخندق لئلا يلتف حوله الأعداء فيباغتوه. اقترب الشمر بن ذي الجوشن الضبابي نحو معسكر الحسين، مخاطبا سيد الشهداء الحسين: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. يا حسين،
تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. نعم إنه الشمر. يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها مني صليا. يا مولاي دعني أرمه بسهم. لا يا مسلم، إني أكره أن أبدأهم بقتالي. كره الإمام الحسين عليه السلام أن يبدأ القتال أولا، فعاد شمر خائبا. تقدم الإمام الحسين عليه السلام إلى مركز ساحة المعركة، يناظر القوم فيدعو الله تبارك وتعالى. أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك. تقدم سيد الشهداء نحو القوم مرة أخرى ليخطب بهم. أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي، وحتى أعذر إليكم. فإن أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم فاجمعوا رأيكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما بعد، فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين المصدق لرسول الله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عمي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت كذبا منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله. وإن كذبتموني فإن فيكم من لو سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبا سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ هو يعبد الله على حرف، إن كان يدري ما يقول. والله إني أراك تعبد الله على 70 حرف، وأنا أشهد أنك صادق، ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. فإن كنتم في شك من هذا القول، أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم،
ولا في غيركم. ويحكم، أتطالبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال استملكته، أو بقصاص من جراح؟ يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب؟ وإنما تقدم على جند لك مجندة. لم نفعل. سبحان الله، بلى والله لقد فعلت. أيها الناس، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض. تقدم إليه قيس بن الأشعث قائلا: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فرد عليه الإمام قائلا: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر لكم مفرار العبيد. يا عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وأعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أكمل الإمام سلام الله عليه خطبته فعاد إلى المخيم. في هذه الأثناء زهير بن القين يتجه صوب الحسين عليه السلام، يريد منه الإذن بأن يكلم القوم ويخطب فيهم. يا مولاي، هل تأذن لي بأن أكلم القوم؟ وصل زهير بين يدي الحسين ورايته خفاقة خلفه، توجه زهير بن القين إلى الإمام الحسين عليه السلام. يتجه زهير إلى الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه الإذن بأن يذهب ليعظ القوم، فقال له سلام الله عليه: افعل، جزاك الله خيرا.
نعم، اذهب وعظ القوم جزاك الله خيرا. يا أهل الكوفة، نذاري لكم من عذاب الله، أن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن إخوة وعلى دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا نحن أمة وأنتم أمة. إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرتهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون منها إلا سوء عمر سلطانهما، يسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم، ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتلان أمثالكم وقرائكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه. يا زهير، لن نبرح من هنا. لن نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه، أبدا لن نبرح، أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلما. أجل لن نبرح. عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري أنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين عليه السلام. اسكت، أسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. يا ابن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. عباد الله، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. عاد زهير إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام. توجه في هذه الأثناء برير إلى الإمام الحسين عليه السلام يطلب منه أن يعظ القوم. يا أبا عبد الله، أتأذن لي بأن أكلم القوم؟ نعم،
اذهب وعظ القوم جزاك الله خيرا. أهل الكوفة يعرفون برير، ذلك الشيخ الحافظ للقرآن، والذي يحمل من السكينة والوقار الأثر العظيم، العالم الجليل برير يخاطب أهل الكوفة. يا معشر الناس، إن الله قد بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله، أفجزاء محمد هذا؟ يا برير، لقد أكثرت ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ لقد أصدعت رؤوسنا. يا برير، قد أكثرت الكلام، فاكفف عنا، فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. فليعطش. يا قوم، إن ثقل محمد صلى الله عليه وآله قد أصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم؟ نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد الله بن زياد. نريد أن نمكن منهم الأمير. نعم نريد. فيرى فيهم رأيه. نعم. أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها وعليكم؟ أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات. بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم. يا هذا ما ندري ماذا تقول. ما الذي يقولها؟ الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة. اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم، اللهم الق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. أنهى برير خطبته وعاد إلى الإمام الحسين عليه السلام. لم ينفع الكلام مع القوم. عاد برير ذلك الشيخ الجليل ظانا أن هؤلاء القوم سينفع معهم الوعظ والإرشاد. توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى القوم ليعظهم هو بنفسه سلام الله عليه.
يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. ألست ابن بنت نبيكم؟ نعم. ألم يكن هذا سيف جدي وهذه لامته وعمامته؟ نعم. لا نذكر هذا. لا يستطيع أحد أن ينكر هذا. إذن لماذا أقدمتم على قتلي؟ طاعة للأمير. نعم، عبيد الله بن زياد. تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم. فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجيش طامن والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلمة وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومطفئي السنن. ويحكم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمرة، شجا للناظر وآكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدوما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن، ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم كذبونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ثم توجه سلام الله عليه مناديا لعمر بن سعد: أين عمر بن سعد؟ علي بعمر بن سعد. يا عمر، أنت تقتلني وتزعم أن يوليك ابن الدعي بلاد الري وجرجان، والله لا تتهنأ بذلك أبدا. عهدا معهودا، وكأني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة،
يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضا بينهم. أنهى الإمام الحسين خطابه فعاد إلى المخيم. تقدم الحر الرياحي إلى عمر بن سعد بعد سماع الخطبة الأخيرة للإمام الحسين عليه السلام. الحر يخاطب عمر في هذه الأثناء: يا عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ إي والله، قتال أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي. ما لكم فيما عرض عليكم من الخصال؟ لو كان الأمر لي لقبلت، ولكن أميرك أبى ذلك. الحر الرياحي يحدث نفسه في هذه الأثناء: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو أحرقت. الحر الرياحي يخير نفسه بين الجنة والنار، بين الحسين وأعداء الحسين، ولكنه يفضل في هذه الأثناء أن يكون في معسكر الحسين هربا من جيش عمر بن سعد، يتوجه نحو معسكر الحسين متسللا بهدوء حتى يصبح قريبا من المخيم. الحر يأتي بين يدي الإمام الحسين الآن في هذه الأثناء: اللهم إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك. يا أبا عبد الله، إني تائب، فهل لي من توبة؟ نعم، يتوب الله عليك. الحر ينضم إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام هو ولده. الحر وابنه أصبحوا في معسكر سيد الشهداء الحسين عليه السلام. يعود الحر بين يدي الحسين سلام الله عليه ليستأذنه بأن يخاطب القوم.
يا أبا عبد الله، أتأذن لي بأن أكلم القوم؟ افعل جزاك الله خيرا. يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعبر إذ دعوتموه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب، فمنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن وأهل بيته، وأصبح كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وحلأتموه ونساءه وصبيته وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعهم العطش. بئس ما خلفتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظمأ. أنهى الحر خطابه فعاد لمعسكر الإمام الحسين عليه السلام. ولكن بينما على هذه الحالة، وإذا بالشمر ابن ذي الجوشن الضبابي ينوي أن يخاطب العباس وإخوته. يتوجه الشمر نحو معسكر الإمام الحسين عليه السلام. أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ أجيبوه وإن كان فاسقا. أمر الإمام الحسين عليه السلام بإجابة الشمر وإن كان فاسقا. تقدم إليه الإمام العباس قمر العشيرة. ما شأنك وما تريد؟ يا ابن أختي، أنتم آمنون، فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، وألزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد. لعنك الله ولعن أمانك. أتأمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ هكذا ألجم الإمام العباس عليه السلام الشمر بهذه الكلمات ليعود إلى المخيم، وزينب تناظره من بعيد. زينب تناظر الإمام العباس عليه السلام. ماذا فعل العباس وماذا قال؟ وماذا يريد القوم من الإمام العباس؟ مشعدهم عداك ويندهونا، ويشعدهم عداك ويندهونا، ما ياك أنا لون تغير وحق لونك، أنا لوني أنا لون تغير وحق لونك يا أخويا، من شفتهم يحاجونك وبأمرة الجيش يواعدونك.
يقلها جي تظنين يا اختك تظنين انا روحا وعوف وعضيد الحسين ترى وعيناك يا زين بالشوفين انا ردها بشمال دون اليمين. طلب الإمام الحسين عليه السلام بأثر أنس بن كاهل ليرسله إلى معسكر عمر بن سعد. يا أنس بن كاهل، امضي إلى هؤلاء القوم وذكرهم الله تعالى ورسوله، عساهم أن يرجعوا عن قتالنا، واعلم أنهم لا يرجعون، ولكن لتكون لي عليهم حجة يوم القيامة. توجه أنس بن كاهل إلى معسكر عمر بن سعد لاحظ عمر بن سعد أن هذا القادم عليهم هو أنس ابن كاهل، ولكن ابن كاهل تجاهل أن يسلم على عمر ليتقدم ابن سعد إليه قائل: يا أخا كاهل، ما منعك أن تسلم علي؟ ألست مؤمنا مسلما؟ والله ما كفرت، وقد عرفت الله ورسوله. كيف عرفت الله ورسوله وأنت تريد أن تقتل ولده وأهل بيته؟ إني أعلم أن قاتلهم في النار لا محالة، ولكن لا بد أن أنفذ أمر الأمير عبيد الله بن زياد. عاد أنس إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام. في هذه الأثناء بدأ الإمام الحسين عليه السلام بجمع أصحابه وأهل بيته ليخاطبه. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فجعلنا من الشاكرين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبره وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. ألا وإني لأظن يوما لنا من هؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم حرج مني ولا ذمام. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا.
هذا خطاب الإمام الحسين لأهل بيته وأصحابه، فكان جواب أهل بيته: مولاه لن نفعل ذلك ولن نفعل ذلك. لا أرانا الله فيك سوءا ولا مكروها. يا ابن لن نفعل يا ابن رسول الله. وكان جواب أولاد مسلم: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل، فاذهبوا أنتم فقد أذنت لكم. معاذ الله يا سيدنا، إذا نحن تركناك فماذا تقول الناس لنا وماذا نقول لهم؟ لا كان ذلك أبدا، بل نفديك بأرواحنا وأنفسنا ونقاتل معك الأعداء حتى نرد موردك، فقبحا للعيش بعدك. فانبرى مسلم بن عوسجة من الأنصار قائلا للإمام الحسين: أنخليك يا ابن رسول الله وحيدا فريدا، فبماذا نعتذر غدا عند جدك وأبيك وأمك وأخيك؟ والله لأكسرن فيهم رمحي ولأضربنهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي. والله لو لم يكن سلاح أقاتلهم به لأقاتلنهم بالحجارة حتى يعلم الله أني حفظت ذرية نبيه. والله لو أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق يفعل بي ذلك 70 مرة ما تركتك، فكيف وهي قتلة واحدة وبعدها الكرامة التي لا أوفى منها؟ هكذا هو الوفاء لسيد الشهداء الحسين، هكذا كان جواب أهل بيته وأصحابه، بل كان جواب أولاد مسلم آل عقيل: أننا لن نخليك يا ابن رسول الله. على هذه الحال تقدم ابن سعد ليرمي معسكر الإمام الحسين عليه السلام بسهم أول. تقدم ابن سعد قائلا: والله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين: أترك ملك الري وري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ حسين بن عمي والحوادث جمة، لعمري ولي في الري قرة عيني، وإن إله العرش يغفر زلتي ولو كنت فيها أظلم الثقلين. ألا أنما الدنيا بخير معجل وما عاقل باع الوجود بدين. يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون أنني أتوب إلى الرحمن من 2 وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين. ابن سعد كان أول من رمى سهما فقال: اشهدوا لي عند الأمير إني أول من رماه. أرشقوا معسكر الحسين بالسهام. أمر عمر بن سعد برشق مخيم الحسين بالسهام،
اشتعل الغضب عند أصحاب الإمام الحسين وأهل بيته، ليصيح بالأصحاب حبيب بن مظاهر الأسدي: يا إخوتي، يا معشر الأنصار، هذا هو يومكم. قوموا ودافعوا عن إمامكم، قوموا ودافعوا عن إمامكم وأهل بيته، وضحوا بأرواحكم دونهم. خرج الأصحاب ولكن اعترضهم الإمام العباس وأهل بيته. إلى أين يا عم يا حبيب؟ إلى ساحة الحرب والنزال. ارجع يا عم، نحن أهلها وأولى بها. إذن فلنحتكم عند الإمام الحسين. كان الخلاف على من يقاتل أولا، الأصحاب أم أهل البيت. أبو الفضل العباسي كان مصرا وحبيب مصرا، لكن الاحتكام عند سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا مولاي، لماذا طلقنا نساءنا وهجرنا ديارنا؟ ما كان هذا إلا لنصرتكم، وهذا أبو الفضل يعترضنا. أخي أبا الفضل، دع الأنصار أول من يقاتل. استعد أنصار الإمام الحسين عليه السلام لحملتهم الأولى. خطب الإمام الحسين عليه السلام: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر دونه، واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي. توجه إليه ابن سعد في هذه الأثناء: والإمام الحسين عليه السلام يستغيث: أما من مغيث يغيثنا، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. ابن سعد يأمر عمر بن الحجاج: احمل على ميمنة الحسين. يا عمرو بن الحجاج، احمل على ميمنة الحسين. عمر بن الحجاج عائدا إلى مخاطبة كتيبته:
اقتلوا من مرق عن الدين وفارق الجماعة. الإمام يخاطب عمر: ويحك يا عمر، أعلي تحرض الناس؟ أنحن مرقنا عن الدين وأنت تقيم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادنا من أولى بصلي النار. حمل الأصحاب حملتهم الأولى. استشهد في الحملة الأولى مسلم بن عوسجة. فقال الإمام الحسين عليه السلام: أدرك الإمام الحسين مسلم بن عوسجة رحمك الله يا مسلم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حبيب توجه إلى مسلم بن عوسجة: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. بشرك الله بالخير. لو لم أعلم
لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. أوصيك بهذا الغريب أن تموت دونه. أفعل ورب الكعبة. أوصى مسلم بن عوسجة بالغريب المظلوم الإمام الحسين عليه السلام. بدأ الحر الرياحي يفكر في أن يكون أول من